أهلا وسهلا بكم. شاهد ما الذي قاله إبراهيم دياز بعد أن سحق منتخب تنزانيا. أعرب النجم المغربي إبراهيم دياز عن امتنانه الكبير للدعم الذي قدمه الجماهير المغربية في مدينة وكدة، مؤكدا أن هذا الدعم كان حافزا قويا للاعبين للقتال من أجل تحقيق الفوز في المباراة أمام تنزانيا. وقال دياز في تصريحات صحفية عقب المباراة والتي انتهت بفوز أسود أطلس بهدفين نظيفين: وجدنا دعما هائلا من جماهيرنا في وكدة، مما أعطانا دفعة كبيرة للقتال داخل الملعب من أجل الفوز ثم الفوز فقط. وأضاف دياز أن اللاعبين مطالبون ببذل المزيد من الجهود للظهور بأفضل صورة في نهائيات كأس أفريقيا 2025 والتي ستقام على الأراضي المغربية، مع التأكيد على أهمية إسعاد الجماهير المغربية الشغوفة التي تتابع الفريق وتدعمهم في كل مناسبة. وأشار دياز إلى أن منتخب تنزانيا لعب بأسلوب دفاعي محكم، حيث تجمع لاعبوه في خط الدفاع، مما جعل مهمة المنتخب المغربي في الوصول إلى مرمى الخصم في الشوط الأول صعبة للغاية، لكن وبفضل العزيمة والرغبة القوية في الشوط الثاني تمكن المنتخب المغربي من تسجيل هدفين وتحقيق فوز مهم في مشواره نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026. وفي ختام تصريحاته وجه إبراهيم دياز شكره الخاص للجماهير المغربية في مدينة وكدة والشرق المغربي الذين ملأوا المدرجات بأعداد كبيرة وشجعوا سود أطلس بحماس طوال المباراة، ما كان له الأثر الكبير في تحفيز اللاعبين لتحقيق هذا الفوز المهم